بشوف ناس بتنقهر، بتحس انها هتموت من كمية الظلم اللي بتحصل ليها. جاي اقول لك ما تخافش، مش هتموت. مش ممكن تموت قبل ما تشوف حقك جاي في الدنيا والاخرة. يعني انت تشوفه في الدنيا يعني ترتاح نفسيا، روح تطلع على رب اللي خلقها. ممكن تضلك موجود في الدنيا على اخر نفس، بس هتشوف حقك جاي. ما تقلقش على حقك. طيب ما انا اتظلمت، انا مش قادر ارد الظلم بظلمه، انا مش قادر اعمل زي ما عملوا فيا. افتروا عليا وكذبوا عليا وكفروني في ديني واخلاقي وفي سمعتي وفي شرفي، وهتكوا عرضي وعرض بناتي وعرض ولادي. الله 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 الله. وانت مش صابر؟ طب ما تفرح، افرح انه اتعمل فيك كده. افرح، ربنا عارف انك شخص ضعيف، هياخدك كده ويقعدك على جنب، واقعد هنا ما اسمعش صوتك، عيط واحزن واتضايق واتخنق عشان تخنقهم. ما انت كل اللي بيجرى منك من ظلم جالك، يعني كل اللي بيحصل فيك من ظلم ده كده على رجبتهم ومش هيتساب. الظلم ظلمات لا يوم الدين. فطبعا يحصل ايه بقى يا جميل انت يا عسل يا اللي حزين وقاعد تعيط؟ في عز وجعك هو عز فرحتهم، عز فرحتك هو عز وجعهم. اه والله، هي مسألة طاقة وتحمل. ربنا هيسلط عليهم عباد، مش هقول لك يعني اصعب منهم، ده اصعب 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 منهم. هيسهل الامور وهييسرهم لبعض وهيدخلهم حبايب جنب بعض وهيجيب لك حقك وانت قاعد. وانت اقطع دراعي لما كنت بتتفرج من بعيد. وانت قاعد هيجي لك حقك لحد عندك. انت بتضيع وقت في الحزن. انت قول فوضتك امري يا رب من قبل ومن بعد. قول حسبنا الله ونعم الوكيل بس. اشتغل. حزنك هيعطلك، حزنك هيأخرك، حزنك هيدمرك، حزنك هيمرضك، حزنك هيشيبك، ومش هتجيب حقك. اصل الحق عن صاحب الحق. وتفرج بقى على ربنا وهو بيجيب لك حقك. بيجيب لك حقك عشان تقعد تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. بيجيب لك حقك عشان تقول الحمد لله الذي احيانا وشفنا هذا الشيء قدامنا. تشوف حقك عشان تقول ان ربنا فعلا العدل، فعلا هو اللي بيجيب لنا الحقوق، فعلا هو الحق، هو الصمد، هو الكريم، هو الباسط ببسط اتنين. بصوا انت هتقعد تشوف ايات ربنا كلها جايه في حقك وهو بيجي. فوقت حزنك ده هو وقت فرحهم، ووقت فرحهم هو وقت حزنك. لو فهمت الجملة دي هتعرف ان انت جاي لك حقك قريب.